وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تدعو فيها إلى الزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بالمغرب. وجاء في المراسلة التي بعثتها النقابة يوم الثلاثاء إن فئة واسعة وعريضة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم تعيش وضعية شاذة ومقلقة، إذ تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم معاشات هزيلة جدا. وأشارت النقابة ذاتها إلى أن هذه المعاشات لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة وللعيش الكريم لأسر المتقاعدين وأبنائهم، فضلا عن متطلباتهم الصحية بحكم التقدم في السن ومعاناتهم من الأمراض المزمنة والمكلفة ومن ارتفاع النفقات الصحية. ولفتت النقابة إلى أن المتقاعدين في المغرب يواجهون وضعًا اجتماعيًا واقتصاديًا يتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمعيشية والأدوية والخدمات الاجتماعية من صحة وسكن ونقل. وتتحدث المراسلة عن كون فئة المتقاعدين أقصيت من كل الاتفاقيات المبرمة مع المركزيات النقابية منذ التسعينات، وقالت إن معاشاتها تخضع للإقطاع الضريبي على الدخل ما يؤدي إلى تقليص قيمتها الشهرية الصافية وفي ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار. وجهت